الا كان كيسحاب ليك باللي الصيام هو تحبس الماكله من الفجر حتى المغرب فراك غلط، ومورا هذا الفيديو غادي تغير وجهه النظر ديالك. غادي نشوفوا اشنو كيوقع في الجسم ديالنا ملي كنكونوا صايمين. كاين مجموعه من الدراسات اللي كتثبت على ان الامتناع عن الطعام والماء لعده ساعات مفيد بزاف للصحه ديالنا. اول حاجه فاش كنصوموا الجسم ديالنا كيدير واحد العمليه سميتها الاوتوفاجي اولا التنظيف الذاتي. هذه العمليه كتخلي الجسم ديالنا يتخلص من الخلايا الميته ومن السموم، وهذا الشيء كيحمينا من الامراض بحال السرطان والزهايمر. وزيد على هذا الشيء الصيام واحد الفرصه باش نتخلصوا من السكريات والدهون اللي كاينه في الجسم ديالنا. فاش كنصوموا كيهبط مستوى السكر في الدم، فهنا الجسم ديالنا باش يحصل على الطاقه كيبدا يحرق السكر اللي كاين في الكبد والدهون اللي كاينه في الجسم. وماشي غير الجسم بوحدو اللي كيستافد من هذه العمليه، حتى الدماغ. فالصيام كيحفز الافراز ديال واحد البروتين سميتو البي دي ان اف. هذا البروتين كيلعب دور اساسي في التعزيز ديال الصحه ديال الدماغ ديالنا، فكيعزز الروابط بين الخلايا العصبيه وكيحمي الخلايا العصبيه في الدماغ ديالنا من التلف. هذا البروتين بحال قلتي هو الوقود ديال الدماغ ديالنا، والافراز ديالو اثناء الصيام كيساعد في تقويه الذاكره وزياده التركيز. وطبعا هذه الفوائد اللي كنستافدوها من الصيام كتكون بطريقه غير مباشره، وهذه من بين النعم اللي خاصنا نحمدوا عليها الله عز وجل في هذا رمضان. فرمضان واحد الفرصه باش نحسوا بالفقراء والمساكين، وفرصه باش نتقربوا من الله عز وجل ونحافظوا على الصحه ديالنا، ماشي غير مجرد اننا نحبسوا الماكله والماء. فما تنساش تبارطاجي الفيديو والله يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.